سؤال كل واحد فينا سأله لنفسه في لحظة ضعف أو في لحظة حيرة. هل الحب بس لوحده كافي علشان العلاقة تكمل؟ كافي علشان نبني حياة سوا؟ كافي عشان نتجوز؟ كافي علشان نتجاوز مع بعض المصاعب؟ بنتكلم عن الشعور الجميل ده، عن الرومانسية والأحلام الوردية. بس فعلا هل هي كل حاجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة لما بنحب بنشوف الدنيا وردي، بنحس إن إحنا قادرين على أي حاجة، وإن وجود الحبيب ده كافي ينسينا أي هموم أو أي مشاكل. الأفلام والمسلسلات والأغاني بتأكد الفكرة دي أكتر وأكتر، وبتخلينا نحلم بإن الحب الصافي هو السلاح اللي بيكسب كل الحروب. بس لما بننزل على أرض الواقع، الحياة بتبقى ليها كلام تاني خالص. بنكتشف إن الحب ده على قد ما هو جميل وأساسي، على قد ما هو ممكن ما يكونش كافي لوحده. أول حاجة لازم نفكر فيها، هل الحب لوحده ده ممكن يكون مش كافي قدام تحديات الحياة المادية والضغوط اليومية؟ يعني لو اتنين بيحبوا بعض جدا بس مفيش شغل أو مفيش دخل كافي أو في أزمات مادية مستمرة، هل الحب هيقدر يدفع الإيجار؟ هل هيقدر يجيب أكل؟ هل هيقدر إنه يربي الأولاد؟ للأسف الواقع بيقول إن الضغوط المادية ممكن تخلق مشاكل وتوترات رهيبة بين أي اتنين، حتى لو كانوا بيحبوا بعض بجنون. الحب بيخليهم يستحملوا شوية، بس الاستحمال ده ليه حدود. لو الفقر أو العوز ده دخل من الباب، هل ممكن إن الحب يطير من الشباك؟ دي حقيقة بس لازم نعترف بيها. تاني حاجة وتاني نقطة، الحب لوحده ما يكفيش قدام اختلافات الطباع والشخصيات وعدم التفاهم. يعني ممكن اتنين بيحبوا بعض موت، بس واحد عصبي والتاني هادي زيادة عن اللزوم. شخص بيحب السهر والشخص التاني بيحب ينام بدري. واحد بيحب المصاريف والتاني بيحب التوفير. هل الحب ممكن يخليك تغمض عينك عن العيوب دي في الأول؟ مع العشرة ومع تكرار المواقف، الاختلافات دي بتعمل احتكاكات ومشاكل متزايدة. الحب ممكن يخليك عايز تستحمل وتتأقلم، بس لو مفيش محاولات حقيقية للتفاهم أو تغيير في الطباع السلبية دي أو حتى قبول الاختلافات دي، فالحب لوحده هيبدأ يتآكل بالتدريج. العلاقات محتاجة مجهود مستمر في التفاهم، في الحوار، في قبول رأي الآخر زي ما هو، في التنازلات المتبادلة. كمان الحب لوحده ما يكفيش قدام قلة الاحترام أو غياب الثقة. الحب عشان يستمر ويزدهر لازم يكون مبني على قواعد صلبة زي الاحترام المتبادل والثقة المطلقة. لو واحد في العلاقة ما بقاش بيحترم التاني أو بيقلل من شأنه أو بيخونه أو بيكذب عليه باستمرار، فالحب ده هيبدأ يختفي حتى لو كان موجود في الأول. الاحترام والثقة دول زي أي عمودين أساسيين لأي علاقة. لو العمودين دول وقعوا، المبنى كله هيقع حتى لو كان الحب هو السقف. كتير مننا بنشوف قصص حب عظيمة، ما العظمة إلا لله طبعا، بتنتهي علشان طرف من الأطراف ما بيحترمش التاني أو بيخونه أو بيكذب عليه. الحب لوحده ما بيقدرش يعالج جروح أو غياب ثقة أو الإهانة. نيجي بقى لنقطة مهمة قوي، هل الحب لوحده ما يكفيش قدام غياب الدعم والمساندة وقت الشدة؟ الحياة ما بتمشيش على وتيرة واحدة، فيها طلعات ونزلات، فيها أيام حلوة وفيها أيام صعبة. لو أنت بتحب واحد بس وقت ما بتمر بأزمة ما تلاقيهوش جنبك يسندك يدعمك ويقف في ظهرك يحس بيك، أقل يسمعك ويكون فاهمك، الحب ده صدقني هيبدأ يقل بالتدريج، لأنك بتحس إنك لوحدك في المعركة وإن اللي بتحبه ده مش سندك. العلاقات محتاجة شراكة، محتاجة إن كل طرف يكون في ظهر التاني وسند في أي وقت وفي أي ظرف. الحب الحقيقي في المواقف الصعبة مش في أوقات السهلة بس. طيب ده معناه إن الحب مش مهم؟ لأ طبعا، الحب هو البنزين الأساسي لأي علاقة ناجحة، هو اللي بيديها الدفعة الأولى، هو اللي بيخلينا نستحمل، هو اللي بيخلينا نغفر، وهو اللي بيدي للحياة طعم ولون. الحب هو الشرارة اللي بتولع العلاقة وبتخلي فيها رغبة إنك تكمل مع الشخص ده بالذات، هو اللي بيخليك تشوف حاجات محدش تاني بيشوفها. طيب لازم نفهم إن الحب ده لوحده من غير ما يتغذى على عناصر تاني مهمة بيموت زي أي زرعة ما بتسقيش. الحب عشان يفضل عايش ومزدهر محتاج معاه حاجات،
تفاهم وحوار مستمر. لازم تتكلم مع بعض ونفهم بعض ونعبر عن مشاعرنا ومشاكلنا، وكمان نحترم بعض احترام متبادل. كل طرف لازم يحترم التاني، يحترم أفكاره وكرامته ومساحته الشخصية. وكمان ثقة مطلقة، لازم يكون في ثقة عمياء بين الطرفين من غير شك أو كذب. دعم ومساندة، لازم نكون سند لبعض في الحلوة وفي المرة. ولازم كمان نقدم تضحيات وتنازلات. العلاقة مشاركة، يعني لازم كل واحد يكون مستعد إنه يضحي ويتنازل شوية علشان خاطر التاني. أهداف مشتركة، لما يكون في أهداف مشتركة للحياة بتخلي العلاقة أقوى وبتدي شغف وحماسة، وبتخلي الطرفين يشتغلوا سوا علشان يحققوها. وفي الآخر أقدر أقول إن الحب لوحده مش كافي لبناء علاقة قوية ومستقرة على المدى الطويل. الحب هو الأساس وهو الشرارة وهو المحرك، هو القلب النابض لأي علاقة. لكن القلب ده عشان يفضل ينبض ويشتغل صح محتاج شرايين وأوردة تغذيه، محتاج احترام، محتاج ثقة، محتاج تفاهم، محتاج دعم، ومحتاج كمان مجهود مستمر من الطرفين. العلاقة زي البيت، الحب هو الأسرة اللي بتعيش فيه، بس البيت نفسه محتاج أساسات قوية وعمدان علشان كمان ما يتخربش. فالحب كافي علشان تبدأ، مش عشان تكمل وتستمر للأبد لوحده. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات، هل الحب كافي بالنسبة لكم؟ وإيه أكتر حاجة تانية بتشوفوها ضرورية علشان العلاقة تكمل وتنجح؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو ده لكل أصحابكم، وتشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.